ليست مجرد مباراة سوبر فحسب، بل رد اعتبار، رد الدين في هذا اللقاء. هذه الكرة اللي سجل من خلالها إيمينيكي، واللي تظهر الإعادة في هذه اللقطة بأن فيها شك كبير، ونترك دائما الحديث للزملاء وللخبراء. لكن شوف استلامة ريان بابل والكرة اللي وصلت لإيمينيكي في مكان سهل جدا. العين مباراة واحدة تفوق فيها على النصر من خلال الموسم الماضي من مجموع 4 مباريات. ما زالت المحاولة مستمرة. عاد سيد البدايات، عاد العميد، عاد النصر للقاء. أتعلمون لماذا عاد بالمباراة؟ لأنه النصر، لأنه سيد البدايات. الله على العودة، الله على هدف التعادل. قلت في أي لحظة ممكن يعود النصر، في أي دقيقة ممكن يعود العميد. شوف هذه الكرة، يا سلام على اللاعب جمال إبراهيم اللي بيقدم مباراة كبيرة، يعيد النصر للمباراة. ها قد عدنا إلى البداية، ها قد عدنا إلى نقطة الانطلاقة. يا سلام على كرة صعبة على خالد عيسى. النصر يعدل النتيجة، عاد العميد للمباراة لتصبح 1-1. كنت في شوط المباراة الأول ما راح تنتهي 1-0. الرايات الزرقاء الكرة معاه بيحاول يمر الكرة لإيمينيكي. إيمينيكي بتعود لعموري، عموري الكرة معاه بيحاول لفيليبي باستس. فيليبي يا سلام على اللمسة، الله! ما في أجمل من كذا حلاوة يا زعيم، ما في أجمل من كذا روعة يا زعيم. الله على اللمسات وعلى النقلات وعلى التمريرات. الظهير الأيسر اللي بيسجل الزعيم. شوف عمر وشوف فيليبي، يا سلام يا سلام. هدف المباراة الثاني يسجل في هذه اللحظات. محمد فايز يسجل. هم يلعبون نقلقت على تمريرتك يا فيليبي. اوه ثالث جول. هو من بدأ السوبر، وهو من يؤكد على تفوق الزعيم. هو من بدأ السوبر، وهو من يؤكد على تفوق العين في هذا اللقاء. القلعة العينوية، الزعيم يعرف كيف يتعامل مع النهائيات. دفاعي قاتل للنصر، خطأ دفاع كبير من حارس المرمى ومن آخر مدافع. ما كان في تفاهم، ما كان في تفاهم في هذه اللقطة، وإيمينيكي ما عنده تفاهم في هذا المكان. 2 يسجلهم إيمينيكي. المتواضعة، صفقة ناجحة بكل المقاييس. ركنية، الكرة بتلعب عالية، الله! الزعيم ب3، الرابع براسية من اسماعيل، الرابع براسية من اسماعيل أحمد. الله على ارتقاء وعلى هدف رابع يسجل. ثقيلة يا زعيم، ثقيلة هذه النتيجة. شوف الارتقاء من اسماعيل، حط الكرة في المرمى ليعلن عن تقدم العين بهدف الرابع. لا يكتفون بهدف ولا هدفين ولا حتى 3، بال4 يضربون في هذا اللقاء، بال4 يتقدمون في هذه المباراة. يا سلام على أول ظهور للعين في هذا الموسم. لما تتأخر بهذه النتيجة تتراجع للخلف، لكن النصر لا يتراجع رغم التأخر بهذه النتيجة الكبيرة. رينان غارسيا على تنفيذ الركنية، الكرة بتلعب عرضية، جول جول. يسجل البديل راشد محمد، البديل راشد محمد يسجل للنصر في قمة الإثارة، في قمة الإثارة. هذه الكرة أبعدها ولن خالد عيسى، والمتابعة من اللاعب الشاب الذي يسجل في هذه المباراة، ويسجل اسمه للاعب الذي يسجل